السلام عليكم. خلصنا تقريبا اغلبية مناطق الاهتمام، فاضل لنا بس حلقتين خفاف كده وخلاص. انت زي ما انت شايف هو الاوردر بلوك اهم حاجة فيه عشان شروطه كتير، وبعد كده باقي الباقي كله بيبقى تقريبا نفس الشروط. خلصنا اخر حلقة ريجكشن بلوك وطبقنا عليها، ولكن برضو زي ما قلت لك، اتقل فيها حلقة كده جاية هنراجع على كل اللي فات. بص يا سيدي، انا عايزك تركز معايا لان النهارده برضو من ضمن يعني اكتر حاجه انا بستخدمها بعد الاوردر بلوك، وهو اللي النهارده هناخده ده. ايه هو بقى يا سيدي؟ الاوردر فلو. يعني ايه الاوردر فلو؟ يعني خلينا هجيبه لك دلوقتي، بس اكتبه لك كده عشان نبدا نشتغل على نضيف اوردر فلو، ونبدا ناخده سهل كده، ونبدا نكتبه بالاصفر عشان يبان للكل. طيب، الاوردر فلو يا شباب باختصار، وهو بيبقى عباره عن ايه بقى يا سيدي؟ ودي يمكن كمان المنطقه دي اقوى من الاوردر بلوك، ماشي؟ بس انا سبتها لك في الاخر عشان هتفهمها بقى. ايه هي الاوردر بلوك؟ ايه هي الاوردر فلو؟ وليكن انا دلوقتي عندي السعر صاعد زي كده، وهيبدا السعر يصحح، فوهو بيصحح بيرد لي هنا من اوردر بلوك، صح كده؟ فهو بيصحح فهيبدأ يعمل لي بقى مناطق اهتمام كتير. وليكن هنا هيعمل لي اوردر بلوك في المنطقة دي، وبعد كده يطلع شوية يديني في الفاليو جاب، يديني مثلا هنا اي حاجة بالاوردر بلوك تاني، وبعد كده السعر يصعد. فانا مستني السعر يعمل لي يكمل هبوط عشان ابدأ اشتري، صح كده؟ طيب، لو احنا قلنا ان هنا طبعا بريك اوف ستراكشر، صح؟ طيب، نعمل عليها بي وناخدها هنا برضو. ده بالنسبة لي انا مستني ان هو يبقى بريك اوف ستراكشر المنطقة دي عشان ابدأ اشتري. طيب، انا لو بصيت هنا مثلا وليكن ودققت بقى كده في الحتة دي، هلاقي هلاقي ان انا عندي مثلا وليكن ان انا كان في شمعة هنا، والشمعة دي سحبت سيرة الشمعة دي، وبعد كده عمل لي فير فاليو جاب هنا. طب ايه الشروط دي؟ والله دي شروط يا سيدي؟ دي شروط الاوردر بلوك، صح كده ولا مش صح؟ تمام، يبقى انا هاخد المنطقة دي اوردر بلوك. ممتاز، ده الاوردر بلوك بتاعنا الطبيعي. ولكن بقى ساعات السعر يعمل لك السعر هو عايز يصعد، فيقوم نازل لك كده، يوصل للمنطقة دي وما وصلش للأوردر بلوك، وبعد كده يصعد. تقول يا لهوي يا عم، ده أنا واثق في الصفقة دي 100%. هو أنا معلق صفقتي هنا أصلا مش هشوف انت، لأن أنا أصلا واثق في الأوردر بلوك. إزاي السعر ما يردليش من الأوردر بلوك ده، مع إن هنا أصلا مفيش أوردر بلوك؟ وليكن ده أوردر بلوك بس مش مستوفي كل الشروط. أنا ليه السعر ما وصلش هنا؟ أقول لك تعالى بقى، وهنا بقى تيجي مهمة الأوردر فلو. الاوردر فلو وهي المنطقة كلها بالاوردر بلوك اللي السعر، هي صعبة شوية ولكن هتفهم. اللي السعر قبل ما ينزل يعمل لي الاوردر فلو، وليكن السعر صاعد، صح؟ التصحيح الصغير ده قبل الصعود هو ده الاوردر فلو. طب فين الاوردر فلو؟ اقول لك ايوه، مش السعر بدأ يصحح التصحيحة دي دلوقتي؟ وليكن انا السعر عندي شموع خضرا 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 خضرا، صح؟ هينزل بقى شويه الشموع الحمراء دي، هي دي الاوردر فلو بالنسبه لي. فهمت الحته دي ولا ما فهمتش؟ بل بالعكس، يعني لو صعبنا الامور شويه كده بس هتفهمها برضو. شايف انا دلوقتي السعر صاعد، هينزل يصحح عشان يكمل صعود. كل التصحيحه دي اوردر فلو. شفت بقى ازاي؟ ولكن ده طبعا ما بنستخدمهاش، احنا بنستخدم كل ما السعر بيطلع، انا مثلا وليكن السعر بالنسبه لي صاعد دلوقتي اهو، هيبدا يصعد كده، يصحح شويه، ده اوردر فلو. صحح شويه اوردر فلو، يصحح شويه، صحح شويه، كل ده اوردر فلو. يعني ادي اول اوردر فلو. تاني هوريك الكلام ده على الشرط دلوقتي، ده تاني اوردر فلو. طيب، وبعد كده عندي ده اوردر فلو، بل بالعكس كل التصحيحه دي اوردر فلو. المهم فهمنا دلوقتي ايه هو الاوردر فلو، حتى لو فهمتها 10% هنطبق على الشرط ونفهمها بالتفصيل. طيب، تعال نشوف الشروط اللي احنا بنستخدمها على كل المناطق الاهتمام، ونشوف ايه هي طبعا الاوردر فلو مش محتاج بقى ولا سحب سيوله ولا اي حاجه. هي اهم حاجه الاوردر فلو ما يكونش داخلي وبس كده يا سيدي. فين الشروط؟ الشروط دي ما يكونش لا تكون سحب سيوله الشمال، لا لا ما يكونش لا، ما يكونش. اهم حاجه في الاوردر فلو ما يكونش استعمل قبل كده. يعني مثلا انا مستني عندي اوردر فلو، المنطقه دي ما كنتش جابتها، وبعد كده السعر يبدا يصعد. طالما دي كده، طيب، يبقى انا اقدر اعتمد عليها. طيب، من اقوى مناطق الاهتمام خدها مني حاجتين: الاوردر فلو الانميتيجيت مع الاتجاه، والاوردر بلوك الانميتيجيت بعد سحب السيولت. هنتكلم عليها بالتفصيل الممل بعدين، ولكن حبيت اقولها لك دلوقتي. ماشي؟
تعالى بقى ايه نجيبها من على الشرط ان هي اصلا ملهاش شموع واضحه. بص يا سيدي، انا دلوقتي السعر عمل لي ايه؟ السعر صاعد اهو صح، بدأ يصحح. التصحيحه دي كلها اوردر فلو اهي، تمام كبيره قوي يا عم. حتى لو بص تلاحظ السعر عمل ايه، احترم اهو وبدأ يصعد، بس كبيره قوي. صح انت عندك حق، ولكن انا بقى بركز في ايه؟ بركز في الاوردر بلوك. فين الاوردر بلوك بتاعي؟ وليكن هي المنطقه دي اوردر بلوك صح كده. لا انا بقى باخد الاوردر فلو كله، المنطقه اللي عملت لي الاوردر بلوك نفسه. فهمت؟ طيب مش فهمتش، تعالى نخش شويه كده اقول لك. انا مليان في، بص مليانين اوردر فلو، ركز معايا. انا دلوقتي عندي اتجاه هابط وليكن في المنطقه دي كده، فالتصحيحه دي هي دي كلها الاوردر فلو. فانت تلاقي الاوردر بلوك مثلا وليكن عندك شمعه صغيره كده، طبعا ده مش اوردر بلوك ولا حاجه، ولكن لما تلاقي اوردر بلوك شمعه صغيره قوي كده، لا انا ما باخدوش، باخد الاوردر فلو كله في اوقات معينه عشان السعر يحترمه يبدا يكمل. طب تعال انا عايز بقى اجيب لك منطقه واضحه كده عشان ما تتوهش مني. تعال يا سيدي، ايوه تعال. شايف السعر صعد قد ايه؟ وليكن السعر واقف هنا يا سيدي، تمام. طيب السعر واقف هنا، فانا عندي فين اوردرات بلوك في المنطقه دي؟ والله انا عندي هنا اوردر بلوك واضح اهو، شايف؟ طب فين الاوردر فلو بتاع المنطقه دي؟ هو الشمعه الكبيره دي، الاتنين دول. ليه؟ لان السعر طلع، نزل شويه، خلى الشمعتين دول وبدا يصعد. فهمت الحته دي؟ طب تعالى هنا بقى كده، بص كده، عندي اوردر بلوك تاني في المنطقه دي. اه والله عندي اوردر بلوك في المنطقه دي. طب فين الاوردر فلو بتاع المنطقه دي؟ خلاص يبقى اعلى المنطقه لما عليت وبدات تصحح عشان تكمل صعودها، هي دي الاوردر فلو. فهمت؟ طيب ايه تاني؟ طب والله انا عندي هنا اوردر بلوك صغير جدا اهو، شايف؟ طب فين الاوردر فلو بتاع المنطقه دي؟ اقول لك كل ده اوردر فلو، لكن اوفر قوي. واحده واحده هفهمها لك، خليك معايا. فين؟ انا عايز اوريك اوردر بلوك ما بنستخدمهوش وبنستخدم الاوردر فلو بتاعه عشان هو بيبقى صغير. خلينا نعمل كده ونبدأ نمشي واحدة واحدة. طيب ايوه، بص يا سيدي، وليكن انا عندي ده اوردر بلوك صح، قرب كده عشان يبان. ماشي، مش ده اوردر بلوك؟ الاوردر بلوك ده 90% السعر ما بيوصلوش، صغير قوي. وحط برضو قاعدة في دماغك، طول ما المنطقة صغيرة طول ما السعر ما بيوصلهاش. ماشي. طب فين الاوردر فلو بتاع المنطقة دي؟ هقول لك من اول المنطقة دي السعر عمل لي كده وبدأ يصحح لي عشان يكمل هبوط. كل ده الاوردر فلو بتاعي. طب تعال نشوف السعر عمل معاه ايه مثلا، وليكن كده قدام. طبعا ملناش دعوة، بس انا عايز اشوف بس السعر عمل ايه مع الاوردر فلو ده. خلاص بعيدة بعيدة بعيدة. اه تصدق يعني، بس احنا عشان لاغيين البتاع، خلينا نعمله كده. اه والله كسروا، وبعد كده بدأ يصحح شوية شوية، وبعد كده كمل صعود. طيب تعالى نشوف لك اوردر فلو تاني دلوقتي. وليكن ان انا عندي ده نزل صحح، ده اوردر، لا بلاش، خلينا، انا عايز اجيب لك حاجة مع الاتجاه، عايز اجيب لك حاجة ما تتوهش مني. لو مش فاهمها الاوردر فلو ده كتير جدا، ولكن في المراجعة كلها على بعض هنطلع الاوردر فلو كتير. فين يا سيدي؟ ايوه، وليكن انا عندي هنا في القاع هنا اوردر بلوك. طب فين الاوردر بلوك بالنسبه لي؟ تعال نشوف. الشمعة سحب السويت، الشمعة اللي قبلها، ولكن كل ده متيجيت للشمعة دي. فهنا ما عنديش. طب هنا شمعة سحب السويت ولكن كتير قوي، في مسافة كبيرة قوي بينها وبين الاوردر بلوك. فاقدر اخد هنا منطقة اهتمام. ايوه، اقدر اخد كل الاوردر فلو ده منطقة اهتمام، وابدأ اشده كده وابدأ اشتري او ابيع من عليه. طيب ايه تاني؟ نمشي شوية. انا في اوردر فلو انا محلل امبارح، اليورو تقريبا مليان اوردر فلو، او الجي بي بي، او الذهب تقريبا. بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي اوردر بلوك اهو، صح كده، ولكن السعر ممكن ما يوصلهوش مثلا يعني وليكن. فانا باخد الاوردر فلو كله اللي هو من اول المنطقه اللي طلع، وبعد كده السعر بدأ يهبط بعد كده، فباخد هي دي الاوردر فلو. فهمت؟ طيب انا عندي فين تاني ده؟ على نفتح الساعه ونمسح دول. طيب ممكن نقول فين الاوردر فلو. ايوه، دي منطقة كلها اوردر فلو. فهمنا؟ طب تعال
شايف دي بقى من اقوى انواع الاوردر فلو. السعر طالع، راح نزل شويه وبدا يكمل. طب انا هنا اصلا ما عنديش اي مناطق اهتمام، عندي منطقه سحب السيوله لكن ما فيش اي اوردر بلوك، ما فيش اي حاجه. فباخد الاوردر فلو ده واقول لك على حاجه، 80% السعر هيحترم المنطقه دي لما ينزل. احنا بنتكلم النهارده بتاريخ تقريبا 6 7 ولا 7 7، افتكر الكلمه دي، هيحترم المنطقه دي. فاهم قصدي؟ فبس يا سيدي، هو ده الاوردر فلو، وهو ده هنستخدمه ان شاء الله بعدين. وامتى نعرف ان السعر هيوصل للاوردر بلوك، وامتى نعرف ان السعر هيوصل للاوردر فلو، بس ده ممكن تكون في المستويات اللي بعد كده. ولكن في المستويات الاول ده ان شاء الله هنبدا نعرف واحده واحده ايه، ازاي نقدر نشتغل على الاوردر فلو. بص خلينا اخر مثال اديهولك. بص يا سيدي، انا هنا عندي، بص خلينا نعمل كده، نوقف هنا. انا هنا عندي شمعة بتقول ان هي عاملة كل شروط الاوردر بلوك اهي، وغير ميتيجيت والكلام ده كله، ولكن بنسبة كبيرة السعر ما بيوصلهاش زي ما انت. انا مستني السعر يوصل لها. طب لو حددت الاوردر فلو، طب فين الاوردر فلو؟ اخر شمعة اهي، هي دي اللي سببت الصعود ده، وبعد كده السعر بدأ يهبط. يبقى انا عندي ده اوردر فلو. ماشي، فهمت الحتة دي؟ طب بص السعر يعمل ايه. جه هنا احترم لي الاوردر فلو وما احترمليش الايه، ال ال الاوردر بلوك بتاعي. فهمت؟ فبس يا سيدي، ده اللي انا كنت عايز اوصله لك. ده كده خلصنا الاوردر فلو. لو ما فهمتوش قوي مش مشكله يعني، اوعدك ان انت تخرج من الحلقه التطبيق كله على بعضه ده فاهم كل حاجه ان شاء الله. وكده فاضل لنا هي حلقه واحده بي او اي، هسجلها لكم برضه دلوقتي. وكده خلصنا البي او اي كلها. نبدا بقى على روقان نطبق بقى على كل اللي قلناه، واخليك تحفظ الشرط كله واحده واحده ان شاء الله، اوعدك يعني. وبس ما تشيلش هم يعني لو مش عارف حاجه. بس يلا، السلام عليكم.